فضيحة في الدوري الإنجليزي. مانشستر يونايتد وأرسنال بيتفقوا على طبخ نتيجة ماتشهم مع بعض. بس مانشستر يونايتد بعد البهدلة اتبهدلها 4-0 قدام كريستال بالاس، ما كانش ينفع خالص في الماتش اللي بعده قدام أقوى هجوم في الدوري يشيل 6 ولا 7. فأكيد إدارة النادي وتنهاج اجتمعوا بأرسنال وأرتيتا وقالوا لهم بصوا إحنا مش عايزين نكسبكم، وعايزينكم تكسبوا علشان مانشستر سيتي ما يكسبش الدوري، ولكن مش عايزين فضائح، فنلعب على الهادي، تجيبوا جون واحد تكسبوا بيه ونطلع حبايب. هو اكيد مفيش حاجه من دي حصلت، بس بجد ده تفسيري الوحيد للي شفناه وال90 دي اللي ملهاش اي ثلاثه لازمه اللي حصلت ما بين مانشستر يونايتد في الماتش ده. وتفسيري الوحيد برضه لان ازاي ماتش بين فريق في قوه ارسنال وفريق في وحاشه دفاع مانشستر يونايتد يخلص 1-0 بس الارسنال، ولكن في الاخر المهم الارسنال كانت 3 نقط، علشان كده يضمن ان الدوري هيفضل في الملعب لغايه اخر دقيقه من اخر ماتش بالموسم. وفوز ارسنال بالدوري هيكون صعب جدا، بالذات بعد ما مانشستر سيتي اكتشف جوندوجان الجديد. بجد انا فعلا مش عارف استوعب اللي حصل في ماتش ارسنال ويونايتد ده، ومش عارف ازاي الماتش مشي بالشكل اللي مشي بيه ده. مانشستر يونايتد يا جماعه دفاع سيء جدا، تاني اكتر فريق في الدوري اتشاط على جون تصويبات في الموسم كله بعد شيفيلد يونايتد اللي هم اخير الدوري، واللي رايح واللي جاي بيشوط في يونايتد على الاقل 20 شوطه كل ماتش. فارسنال اقوى هجوم في الدوري يشوط 11 شوطه بس، حاجه مش طبيعيه. الموسم كله ماتش يونايتد اتشاط عليه اقل من 11 شوطه دول 8 مرات، يعني في 29 ماتش اتشاط عليهم اكتر من 11 اللي ارسنال شاطوهم في الماتش ده. يونايتد دخل فيهم في كل البطولات 82 جول، ودي حاجه اول مره تحصل لهم من موسم 70-71. وارسنال اقوى هجوم في الدوري، حد يقول لي ازاي الماتش خلص 1-0 بس؟ والاغرب من الارقام دي ان في معظم اوقات الماتش الفرقتين بجد كانوا بيتمشوا. مانشستر يونايتد بصراحه عادي، اصل انت بتلعب كاسيميرو وايفنز لعيبه في السن ده طبيعي يبقى في تمشيه، لكن ارسنال ما بيبطلش جري في كل الموسم ومن اكتر الفرق اللي بتضغط في الدوري كله، لكن برضه كانوا بيتمشوا. الشيء الوحيد اللي مش الهزار اللي قلته في الاول هو ان ارتيتا كان خايف جدا من عقده ارسنال في الاستاد ده، وهي بصراحه عقده مش عاديه. ارسنال في الاولد ترافورد في اخر 30 سنه كسب 5 ماتشات بس. مضحك ان كلهم كانوا من نتيجه 1-0، ولكن بالفوز ده ارسنال كسب ماتش يونايتد رايح راجع لاول مره من موسم 2006-2007. زي ما يكون ارتيتا كان كل الارقام دي في مخه قبل الماتش وما كانش همه غير ال3 نقط، وفعلا بالرغم من الاداء عرف يجيب ال3 نقط. في اوقات كتير من ماتش يونايتد كانوا احسن من ارسنال، ولكن مشكله مانشستر يونايتد بعيد عن مشاكله الدفاعيه عنده مشاكل في الهجوم ده اكيد. الفرقه من غير برونو فرنانديز ملهاش طريقه توصل بيها للجون، الفرقه ما عندهاش اي خطه ولا اي فكره ازاي تعرف توصل لجون الخصم. الطريقه الوحيده اللي كانوا بيعملوها انهم يدوا الكوره لجرناتشو يجري ويشوط كوره في السماء. يعني بالرغم من ان مانشستر يونايتد كان مستواه مش سيء في الماتش ده، ولكن تقريبا ما كانش له اي كوره خطر طول ال90 دقيقه. واضح جدا ان ارتيتا دخل الماتش ده زي ما بقول لكم مش عايز غير الكلمه اللي بدا بيها الموسم، وهي كلمه التحكم. عايز يبقى متحكم في كل حاجه، مش عايز غلطه ولا كوره تقلش ولا حد يتزحلق ويلبس جون يخسروا الماتش او يعمل مفاجاه. فعلا نجح انه يجيب ال3 نقط، وهو ده اللي كان مهم بالنسبه له. صراحه الراجل يعمل اللي هو عايزه بعد الموسم اللي عمله مع ارسنال السنه دي. ارسنال كده الموسم ده حقق 11 كلين شيت بره ارضه، وده تاني اكبر رقم في تاريخ الدوري بعد تشيلسي اللي عملوا 12 في موسم 2008-2009. وبالفوز ده شوف اللي انا هقولها بقى دي كبيره ازاي، بالفوز ده ارسنال كده كسبان 27 ماتش في موسم لاول مره في تاريخه من ساعه ما الدوري بقى 20 فرقه. انتوا متخيلين حاجه زي دي كبيره ازاي؟ الانفينسيبلز فرقه اللا هزيمه كسبت الدوري وهي كسبانه 26 ماتش. فرقه ارسنال دي كسبانين 27 ولسه فاضل لهم ماتش كمان. بجد ارسنال يعني مش عشان انا متعيز يستاهل يكون هو بطل الدوري، يعني بعيد عن كل الارقام اللي بتقول انه احسن فريق في الدوري، ولكن ارسنال فوق كل الارقام دي ما خسرش ولا ماتش ضد الفرق الكبيره في الدوري او الفرق اللي كانوا بيسموها التوب 6. ارسنال بدون هزيمه قدام سيتي، ليفربول، مانشستر يونايتد، تشيلسي وتوتنهام. صراحه لما تعمل موسم زي ده لازم تكسب الدوري، لكن شكله مش هيكون كفايه لان مانشستر سيتي ماشيين زي القطر، بالذات بعد ما لقوا بديل جوندوجان.
لو تفتكروا كده الكام موسم اللي فات لما السيتي كان بيكسب الدوري دايما كده على اخر 6-7 ماتشات ودفاعات الخصم مقفله، كان بيطلع لنا جوندوجان يجيب جون او اتنين كل ماتش لغايه ما يكسبوا الدوري. وبصراحه بعد ما باعوه الصيف اللي فات قلت بس هي دي فرصه ارسنال، مفيش جوندوجان. ولكن فجاه جوسكو جفارديول لعيب قلب الدفاع اللي جوارديولا بيلعبه باك شمال بقى هو جوندوجان الجديد، ومسجل في اخر 7 ماتشات 5 تجوان. بجد حاجه تفرح. وكل جوانه دي طبعا بمساعده كيفن دي بروين اللي بقى دلوقتي صنع في تاريخه في الدوري 111 جون لمانشستر سيتي، وبيجي في تاريخ الدوري كله في المركز الثاني بنفس العدد مع سيسك فابريجاس، ما يسبقهمش الا اللاعب راين جيجز اللي عمل 162 اسيست. ولكن جيجز لعب في الدوري بتاع 30 سنه، وبجد انك تنافس سيتي على الدوري حاجه محبطه جدا. انت ممكن تعمل كل اللي ما اتعملش قبل كده وسيتي برضو هيلاقوا حاجه ما عملوهاش قبل كده يعملوها عشان ياخدوا بيها الدوري. مانشستر سيتي اخر 7 ماتشات لهم في الدوري كسبوهم كلهم بفارق جونين او اكتر. لو كنتوا تفتكروا ان حاجه زي دي عاديه وعملوها قبل كده، دي اول مره يعملوها تحت بيب جوارديولا. هل في امل ان ارسنال يكسب الدوري؟ صراحه انا مش شايف فرصه ان ارسنال يكسب بيها الدوري الا لو حصل طبعا مفاجاه رهيبه قدام توتنهام او ويست هام وما توقعهاش، او ان رودري يتصاب او يطرد في ماتش من الماتشين الجايين، لان مانشستر سيتي ما بيخسرش ورودري بيلعب، لانه ما خسرش في اخر 48 ماتش ورا بعض لعبهم. ودي الحاجه اللي 4 لعيبه بس قبل كده عملوها في تاريخ الدوري كله. تيري اونري وكولو توري عملوها مع ارسنال و48 ماتش برضه. واكتر لاعب عمل سلسله ماتشات متتاليه من غير خساره هو اللاعب سول كامبل لما كان في ارسنال برضه ما بين سنه 2003 ل 2004. بغض النظر بقى ايه اللي هيحصل مع سيتي، لازم اقول ان ارسنال وارتيتا عملوا عليهم الموسم ده، وما تهيأليش كان ممكن يعملوا اكتر من اللي عملوه. وبصراحه مش المفروض ان انت تحتاج تعمل اكتر من كده عشان تعرف تكسب الدوري، ولكن للاسف السيتي هما سيتي والجراديولا هو جراديولا، وما ينفعش تغلط ولو غلطه في 9 شهور والا مش هتكسب الدوري. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل واشوفكم الحلقه الجايه.